سنة 2003 أنا بعتبرها من أهم السنين اللي حصلت في تاريخ المزيكا في مصر في آخر مثلا 40 سنة. في نفس السنة كانت بداية ظهور حماقي وعمل أول ألبوم ليه كان اسمه خلينا نعيش، والناس سميته بتضحك لأن أغنية بتضحك دي كانت بتيجي كتير قوي على ألبوم فيلم. فبداية معرفة الناس أصلا بحماقي كانت في أغنية بتضحك. بالمناسبة أغنية بتضحك دي كان ليها قصة أصلا، إن اللي كتبها أيمن بهجت قمر، طبعا ده شاعر كبير وعمل أغاني كتير مع عمرو وحماقي من كل الناس يعني. أيمن بهجت قمر أصلا كان بيكتب الأغنية دي لحبيبته على اساس ان هو بيعتلها في التليفون فسمعها بتضحك، فكتب الاغنيه دي. بعدين لما هو رجع لها تاني بقى وابتدى يتعاتبه قالت له على فكره انا كنت بعيط. فهو الاغنيه اصلا كل ده كان فاهم غلط يعني. هي الاغنيه دي كان عباره عن سوء تفاهم بس سوء التفاهم ده سبب ان البوم حماقي ينجح كتير قوي او ينجح مع الناس قوي في الفتره دي. بتضحك طيب اضحك وابقى شوف مين يوم يسامحك. وكان من اهم الحاجات اللي حصلت في الالبوم ده برضو ان اللي كان الموزع بتاع الالبوم اللي هو طارق مدكور هو اللي تحمس لحماقي وانتج له الالبوم، او يعني هو اللي وزع له الالبوم كتوزيع موسيقي يعني. كانت بدايه معرفه حماقي بطارق مدكور كانت في البوم تملي معاك اللي كنا بنتكلم عنه من شويه. كان بدايه معرفه اصلا حماقي مع عمرو دياب في الالبوم ده. كان حماقي بيساعدهم، يعني كان موجود كده يعني لو كانوا محتاجين حاجه. طارق مدكور ابتدى يعرف حماقي ويقول له ان انت ممكن تعمل لنفسك البوم، لان حماقي بالمناسبه بيغني من زمان قوي. يعني حماقي بيغني من 96 او من 95، وكان بيغني مع كورال ورا مصطفى قمر، وكان بيغني كورال في اغاني مثلا زي اغاني افلام مثلا صعيدي في الجامعه الامريكيه. كان بيغني كورال في افلام زي همام في امستردام. بالمناسبه كان في اصلا شريط نزل في صعيدي في الجامعه الامريكيه، كان في شريط اسمه كاجولو، كان حماقي عامل فيه اغنيه اسمها عايزه ايه. كانت كفر كده لاغنيه ريكي مارتن، بس هو عملها بليركس عربي، ما كانت موجوده في الالبوم يعني. في حماقي كان بيغني من زمان قوي بس ما كانش لسه عمل البوم لنفسه. فبدايه ظهور حماقي بقى كان في 2003 لما طارق مدكور تحمس له وعمل له الالبوم ده، لان هو من بدايه معرفته بحماقي في البوم تملي معاك هو ابتدوا يعرفوا بعض في الفتره دي. بعديها طارق مدكور تحمس له وعمل له الالبوم اللي هو كان اسمه خلينا نعيش. وبعديها حماقي بقى انطلق بس، وفضل فتره ما كانش لسه حد عارفه قوي يعني، خلاص عمل الالبوم ده وفضل فتره واقف. هنتكلم برضو عنها كمان شويه، ان هو فضل فتره واقف ما كانش لسه حد عارف يوزع له، لان طارق مدكور كان ابتدى يتشغل مع عمرو دياب في البومات، وابتدى يتشغل بقى طارق مدكور زي ما كنا بنقول هو كان هو قائد المرحله دي، كان قائد المرحله دي موسيقيا يعني. كان هو اللي بيوزع اغاني عمرو دياب وبيوزع اغاني كل الناس المشهوره بقى. نوال الزغبي كانت عامله ساعتها اللي تمنيته، وكان عامل حاجات لهشام عباس، وكان عامل حاجات لناس مهمه قوي. وحماقي كان لسه ظاهر فما ركزش معاه قوي يعني. هو عمل له الالبوم بتاع خلينا نعيش ده، وفضل فتره مش عارف يركز معاه لحد ما حماقي بعديها كلم عمرو مصطفى الملحن، فابتدى يكلم له تميم طومه، كانوا لسه في بدايتهم خالص. في 2006 عملوا ألبوم خلص الكلام اللي هو كان فيه أغنية أحلى حاجة فيكي، اللي هو بداية معرفة الناس محمد حماقي بقى. انت الناس ابتدت تعرف ان في حد بيغني اسمه محمد حماقي، وان في حد خلاص يعني منطلق بقى في سماء النجومية زي ما بيقولوا. سنة 2006 بألبوم أحلى حاجة فيكي اللي هو كان اسمه أصلا خلص الكلام، بس الناس عرفت الألبوم ده بأغنية أحلى حاجة فيكي. فحماقي من الناس اللي تعبت يعني وعافت كتير قوي يعني، لكن الحمد لله دلوقتي حماقي يعني سوبر ستار. 2003 برضو كان بداية ظهور شيرين كمطربة منفصلة، برضو كمطربة مستقلة بحد ذاتها. كانت عاملة ألبوم اسمه جرح تاني. الألبوم ده نجح جدا، وكان فيه أغاني كانت لسه طالعة ترند من قريب زي أغنية صبري قليل، وزي أغنية كنت عارفة. صبري قليل دي بالمناسبة طلعت ترند، وكانت توزيع نادر حمدي دي هنتكلم عنه كمان شوية، لأن هو كان عامل ألبوم لواما، هو اللي كان عامل كل المزيكا بتاعة ألبوم واما، لأن هو أصلا كان معاهم في واما يعني. هو واما نادر حمدي وأحمد فهمي ومحمد نور وشامي، الأربعة أصلا خريج الكونسرفاتوار، وعملوا الألبوم ده. والألبوم ده بداية معرفة عمرو دياب بداية معرفة عمرو دياب بنادر حمدي. اللي بعديها عمل له ألبوم ليل نهاري، وده هنتكلم عنه كمان شوية يعني. احنا دلوقتي بنتكلم في ألبوم جرح تاني. الألبوم ده كان مهم قوي، وبداية ان الناس تعرف شيرين بقى كمطربة مستقلة زي ما بنقول. والألبوم ده نجح جدا، وخلى الناس بعد كده تحط شيرين بقى في مصاف النجوم اللي فعلا صوتهم حلو، وان الناس تقعد تركز معاهم، ولو عملوا ألبوم نقعد نسمعه وهكذا يعني. من أهم الحاجات اللي حصلت في 2003 برضو ألبوم قادر وتعملها بتاع محمد محي.
الالبوم ده كان عظيم قوي، كان بطل الالبوم ده خالد عز. انا بحب خالد عز قوي يعني. الالبوم ده كان فيه مزيكا ما حصلتش، يعني الالبوم ده كان فيها توزيعات والحان وكلمات. انا بشوف ان هو من اقوى البومات محمد محي، والناس حتى ابتدت تسف على قادر وتعملها وتسف على اغاني محمد محي بسبب الالبوم ده. بس من كتر ما هو نجح، من كتر ما الالبوم ده نجح وخلى ناس كتير قوي تسمع محمد محي بعد كده. فالالبوم ده من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في 2003 برضو. قادر وتعملها وتنسى هواك. 2003 برضو كانت اول البوم للؤي، وكان عامل البوم كان اسمه انا كده. لكن طبعا اشهر اغنيه كانت موجوده في الالبوم واللي الناس لسه عارفاها بيه لحد دلوقتي اغنيه يا عين يا ليل. كانت بدايه ظهور محمد عدويه في الساحه الفنيه. كان عامل البوم اسمه الطيب احسن. وبالمناسبه محمد عدويه كان عامل البوم زمان قوي، يعني قبليها ب3 4 سنين كده، بس كان لسه صغير. كان يعني لو شفت شفت صوره البوستر كانت تحس ان هو في تانية اعدادي مثلا او حاجه زي كده. لكن بدايه معرفه الناس بمحمد عدويه كانت في البوم الطيب احسن اللي هو كان سنه 2003. 2003 برضو كان البوم سلف ودين بتاع جورج وسوف. كان الالبوم ده برضو عمل ضجه كبيره جدا. 2003 برضو كانت من اهم الحاجات اللي حصلت وقتها بدايه محطه نجوم اف ام. يعني نجوم اف ام ظهرت في 2003 والناس ابتدت تسمع منها اغاني بقى، ابتدى حاجات كتير تحصل من نجوم اف ام دي في سنه 2003 من خلال محطه نجوم اف ام. في 2003 برضو نزل ألبوم أحمر شفايف بتاع محمد منير، واللي خلاص بقى بيكرس يعني أو بيقول إن هو موجود في السوق، وإن هو بقى منافس لعمرو دياب ولمحمد فؤاد. وبمناسبة محمد فؤاد 2003 نزل ألبوم شاريني، وده كان أقوى الألبومات اللي نزلت في السنة دي، ومن أقوى ألبومات محمد فؤاد عموما يعني، لأن محمد فؤاد جت عليه فترة كان زي ما كنا بنقول هو بينافس عمرو دياب جدا. فألبوم شاريني ده من أهم الحاجات اللي محمد فؤاد عملها. 2003 نزل ألبوم علم قلبي. ولو انت سألت مثلا 10 كده ايه اكتر ألبوم بتحبه لعمرو دياب، يعني ممكن 7 يقول لك علم قلبي، لان الألبوم ده وقتها ما خدش حقه قوي، او كان في وسط منافسة كبيرة قوي. كان لسه تامر عامل ألبوم، وكان لسه حماقي عامل ألبوم، وشيرين عاملة ألبوم، وام تي ام. كان زحمة كتير قوي. فالألبوم ده الناس عدت عليه كده، حست ان المزيكا غريبة فعملت له سكيب كده شوية. مع ان الألبوم اللي قبليه على طول كان انا اكتر واحد بيحبك كان عامل ضجة كبيرة قوي. لكن الالبوم ده كان عشان مزيكته غريبه قوي على ودان الناس ما فهمتوش او حست ان المزيكا اللي فيه مش متعوده عليه. فايه الناس ما خدش نفس الاهتمام بتاع البومات عمرو اللي في العادي يعني. لكن بعديها بفتره طويله، بعديها بفتره كده حبه حلوين، الناس ابتدت تقول ايه ده، هو ازاي المزيكا دي اتعملت في الوقت ده. من المشاريع الموسيقيه اللي بحبها قوي في 2003 برضو ام تي ام. انا اشتغلت معاهم فتره وحلوين قوي. انا بحبهم حتى على المستوى الشخصي. وعلى فكره انا لحد دلوقتي حافظ ال16 اغنيه اللي هم عملوها. كتبت ورقة على الباب تقول ممنوع دخول أي مسطول، لو الكلام ده مش معقول معلش أنا المسؤول. قلت أشوف بقى نفسي شوية، قعدت أرقص وأصحابي حواليا، فجأة رمولي مايك في إيديا وقالوا لي غني أغنية. أمي مسافرة وهعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. أمي مسافرة وأنا هعمل حفلة. يعني هم عملوا 8 اغاني في البوم امي مسافره، و8 اغاني في البوم تليفوني بيرن. انا حافظ الاثنين، حافظ الشريطين يعني. البوم ده 8 و8 16 انا لحد دلوقتي لسه حافظهم يعني. في فتره الالفينات دي برضو كان ظاهر فيها دويتوهات كده. كان في تامر وشيرين اول ما ابتدوا يظهروا، منا ونهله احكي لي وفضفضي لي مالك زعلان، وكريم وشادي كانوا عاملين كليب كده هما الاثنين بيغنوا لبنت واحده. فانا ما اعرفش ايه نوع العلاقه اللي فيها، بس احنا عارفين بس مش هنقول يعني. بس كان موضوع مريب قوي يعني. الاتنين بيقولوا لها يلا مع السلامه. فايه اللي بيحصل بالظبط يعني مش عارف. يلا مع السلامة وشوفيلك حد غيري. الفتره دي اصلا كان فيها شركات انتاج كتيره جدا، وكان فيها انتاج موسيقي كبير جدا يعني. شركه مزيكا وشركه نصر محروس كانت خاربه الدنيا، وكان في شركات انتاج زي ميراج ريكوردز اللي عاملين لؤي. كان فيها كميه موسيقيين وكميه ناس بتطلع وتختفي، وناس ألبومات وإنتاج وتوزيعات مزيكا يعني ما تعملتش قبل كده. أنا بحب الفترة بتاعت الألفينات دي قوي، لأن هي بداية حتى كل الناس، بداية كل السوبر ستارز اللي موجودين دلوقتي زي حماقي وتامر حسني ورامي صبري وحسام حبيب وكل سوبر ستارز، وحتى الميجا ستارز اللي هم بيغنوا من قبل كده. دي كانت الفترة الذهبية بتاعتهم، زي محمد منير عمل أحمر شفايف وعمل قلبي مساكن شعبية، عمرو دياب عمل ساعتها علم قلبي وأنا عايش وكمل كلامك.
محمد فؤاد كان عامل شريط شاريني، وده انا بشوف ان هو من اكتر البوم عملوا فيه مزيكا حلوه برضه. الفتره دي عامل فيها البوم شاريني، وعامل البوم اللي هي الاغنيه اللي كان الناس بتقعد تغنيها في الشارع دي، حبيبي يا حبيبي يا يعني. الفتره دي كان فيها كميه البومات لناس سواء لسه بتبدا او حتى ناس موجوده قبل كده، وكلها من احسن الحاجات اللي هم عملوها. فكانت فتره حلوه قوي يعني.